نحن بحاجة إلى أن ينتظم خطاب لهذه المؤسسة المهمة، أن يفرزه مجلس الأمناء وإدارة الشبكة وإدارة الإخبارية في تقديم خطة ورؤية للسنوات ال5 القادمة. ما الذي نريد أن نصدره من وجه للعراق؟ نحن بحاجة بصراحة إلى أفلام وثائقية منذ تأسيس الدولة العراقية. شكل العراق السياسي، الاجتماعي، الملكي، الجمهوري، العسكر، السياسة، الثقافة، كلها شكلت سرديات لتشكيل الدولة العراقية. مزويخلا اديوم قنيتا عراقيتا بتخارج شيعة يد بتختت قنيتا عراقيتا الطب جو شبكة يوذاع عراقيتا وقودها تخارا مقرول كل يهدير تهنياثا وبارخياثا ابداها فرصة عطرنتا وبهديروثا دريشة شبكة يوذاع عراقيتا ومالوخا دريشة وزيرة وهرهادخ ريشة خيادة قليونة عراقاية وكدم شوتبتا إلى شبكة يوذاع عراقيتا وقنيتا عراقيتا الطب جو كل فرصتي أثراية وتودي ثنايا عراقاية منشت أستا وهالإديوم يوما وكد يهولتا إلى أها قنيتا الأسراية سهدة من يوذاعاية وقليونة عراقاية جو قراوة درقل رهيواية. أتمنى لشبكة الإعلام العراقي كل الموفقية والنجاح. شبكة الإعلام بالسنوات الأخيرة خطوات واثقة ناجحة حقيقية لنقل صورة العراق إلى الخارج بأبهى صورة. أتمنى لهم كل التوفيق. حقيقة اليوم نحتفل بالذكرى التاسعة للقناة الإخبارية التي عمل كادرها وبتأكيد من رئاسة الإخبارية أن يكون عمل صارم ثابت حقيقي لنقل صورة العراق إلى الدول العالم بصورة صحيحة وحقيقية. كل التوفيق كل الموفقية يا رب للتقدم دائما. هنئ ونحيي الأخوة في قناة العراقية الإخبارية بمرور 9 سنوات على انطلاقتهم المباركة ونجاحاتهم المتواصلة وتضحياتهم المستمرة. نتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى لهم كل المحبة ومستعدون لدعمهم بكل ما أوتينا من قوة. لدينا خطط كبيرة، لدينا خطط واضحة لتطوير القناة العراقية كونها القناة الأولى على مستوى المشاهدة في العراق، وهذه بشهادة مؤسسات رصينة في مجالات الإحصاء والاستطلاعات واستطلاعات الرأي العراقي. لذلك واجب علينا أن تحظى هذه المؤسسة بأعلى درجات الدعم، بأعلى درجات التميز، وهذا ما سيكون إن شاء الله في الأشهر والسنين المقبلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة ونوقد الشمعة العاشرة لتأسيس قناة العراقية الإخبارية التي مرت بمخاضات وتحديات عسيرة تحدت كل شيء لتنجح. الكثير من العوامل توفرت من إدارة الشبكة وأعضاء مجلس الأمناء في سبيل إنجاح هذه القناة. مستقبلا في المستقبل القريب لدينا خطة برامجية جديدة تتكون من 6 برامج جديدة ستدخل في منهاج شبكة الإعلام العراقي. كذلك هناك نشرات جديدة، نشرة دولية جديدة، وهناك شكل فني جديد حقيقة في القناة الإخبارية. إن شاء الله بعد الزيارة الأربعينية سيكون لنا يعني دورة برامجية وخطط جديدة لتطوير عمل القناة الإخبارية. قد خارج شيعايا شت استقنيت عراقية الطب مقروة إلى كل يهل شبكة يوذاع عراقايا تهنياثا وبرخياثا ابداها فرصة عطرنتا وبهيوي إلي قد طورنتا من داها قنيتا قو دعثيث أثيانا جاكن ويا قنيت عراقية سوريتا بغداد.